يقول وكانوا يكررون: من الخيالة البيض الذين معكم؟ من الرجال البيض الذين كانوا يركبون خيولا بيضا؟ أين هم؟ اعترف من هم. يقول يا شيخ والله لا كان معهم خيول ولا رجال بيض إلا أن تكون ملائكة من السماء. إلا أن تكون ملائكة من السماء. الله أكبر. إلا أن تكون ملائكة من السماء. الله أكبر. الله أكبر. فرحة عارمة تملأ قلوب الشعب السوري والثوار السوريين والمقاتلين على الأرض، حيث أنها قامت بتدمير أكبر وأخطر المعاقل الإرهابية التي يتحصن بها مقاتلين حزب الله الإرهابي والحرس الثوري الإيراني وقوات الأسد. هل سيؤثر هذا على سير المعركة الداخلية؟ نعم بالتأكيد. بالفترة الأخيرة كانت القوات الأسدية وميليشيات حزب الله الإرهابي وقد يعني طغت كثير في سوريا والمجازر، شاهدتموها وشاهدها العالم كثيرا. الجيش الحر وصل إلى درجة يعني يائسة. هذه الضربات كانت مفيدة جدا جدا، وخاصة في دمشق، حيث الغوطة الشرقية الجيش النظامي والحرس الثوري الإيراني يتقدم. وإذا أنا أرى أننا نناشد إسرائيل، أنا أقول نناشد إسرائيل على ساعة أسهل يطلع يعطونا نحن إذا اتصل الأمر ناشده. هذه الآلية آلية إسرائيلية، وبطبيعة الحال كانت تستخدمها المعارضة المسلحة في القصير، وقد صادرها. هذه هي الكتابات العبرية نشاهدها الآن على الهواء. بس يداوي الجرح. بس هل سيسمح الجيش السوري بأن يعبر الجبهة عن طريق الجولان؟ لا ما يسمح. ثم إرسال المعلومات إلى تل أبيب. الجهات المختصة في الجمهورية العربية السورية رصدت هذه النقاط. أمريكا أخيرا نشكرها على كل حال وننتظر المزيد، سمحت ببعض الأسلحة غير القتالية تعطيها للسوريين 60 مليون دولار أو نحو شيء من هذا شيء قليل جدا. ولا لماذا إسرائيل أمريكا تخاف على إسرائيل إن الناس تنتصر في سوريا بعدين يذهبوا إلى إسرائيل؟ منين جبتم هذا الكلام؟ لم تفعل كما فعلت في ليبيا حينما وقفت مع الليبيين تدافع عنهم. كان يجب على أمريكا أن تدافع. نحن نريد من أمريكا أن تقف وقفة الرجولة، وقفة لله، وقفة للخير للحق مرة.